ثم أن الزيادة في المحروقات، خليني نقول لك بكل وضوح السادة الوزراء، بكل وضوح بلا ما نحلفكم بالله، فيها أرباح غير أخلاقية. الآن نمشيو على هذا الشيء اللي قالت السيدة الوزيرة ديال التنمية والطاقة. ملي كيكون السعر $80 كيخصو يتباع ب8 دراهم. شوف شحال كيتباع الآن. هي قالت هادشي، عطاتنا الطابلو، قالت لنا منين يكون ب 60 8 دراهم، منين يكون ب 80 9 دراهم، منين يكون ب 100. عطاتنا الطابلو هي، ماشي انا اللي عطيته، هي اللي عطاتو لنا. فلذلك هذه الاولى. ثانيا ان المحروقات اليوم مؤثره على جميع السلع. ملي كنشوف ارتفاع الاسعار هي مساهمه حقيقيه في ارتفاع الاسعار من خلال النقل ومن خلال كذلك ادوات الانتاج. فلذلك احنا هذا الموضوع طالما تكلمنا فيه كثيرا اليوم، الارباح اللي عندهم كل شركه عنده على الاقل الساده الوزراء، سيدات والساده النواب، انا نقول لكم الحد الادنى هو 2 دراهم. الحد الادنى عنده اللي خارج الارباح اللي الهامش ديالو 2 دراهم. بزاف عينا نقولوها قلنا على الاقل يساهموا مع عباد الله طبقا للفصلين 39 و40 من الدستور. شكرا.